بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد بنكمل فيه كلامنا عن موضوع شهادات البيانات اللي بتستخرج من إدارات المرور. قلنا قبل كده إن شهادة البيانات بديل عن رخصة التسيير أو رخصة القيادة، لأن شهادة البيانات بتتضمنها كافة بيانات الرخصة. بالنسبة للسيارة، الماركة، الموديل الشاسيه، الموتور، السعة اللترية، الوزن، الحمولة، عدد الركاب، المالك وعنوانه والكلام ده كله. نهاية الترخيص، نهاية الضريبة. ده بالنسبة لبيانات رخصة التسيير. طب بيانات رخصة القيادة: اسم صاحب رخصة القيادة، رقم الرخصة، تاريخ بداية الرخصة وتاريخ انتهائها. وعرفنا ان احنا بنطلع شهادة البيانات ديت في حالة انتهاء الرخصة. يبقى الرخصة انتهت، البديل عنها شهادة البيانات. دي بتغني عن رخصة التسيير أو رخصة القيادة وبتغني عن الملف. طيب إيه هي أهم أنواع شهادات البيانات؟ زي ما قلنا: شهادة بيانات نقل القيد، شهادة بيانات الشهر العقاري، شهادة البيانات الموجهة لنيابة المرور، شهادة البيانات الموجهة للتأمينات الاجتماعية والضرائب العامة، وشهادة البيانات الموجهة للمحكمة. ودي بتطلب في القضايا أو إما في قضية في المحكمة صحة ونفاذ إصابة قضية تعويض. المحكمة بتطلب شهادة بيانات عن المركبة مدون فيها كافة البيانات واسم شركة تأمين المؤمن لديها ورقم بوليس التأمين وبداية ونهاية رخصة أو بوليس التأمين. هنتكلم الأول عن شهادة بيانات الشهر العقاري. علشان أعمل عقد بيع مسجل لازم رخصة تسيير تكون سريعة. طيب الرخصة منتهية، في الحالة ديت لازم الملك الأصلي أو اللي معاه التوكيل عن الملك الأصلي، توكيل بالبيع طبعا، يجيب لحضرتك شهادة بيانات موجهة للشهر العقاري عشان تعرف تعمل عقد بيع مسجل. يبقى الرخصة انتهت، هعمل ايه؟ معايا توكيلات البيع بداية من الرخصة، ودي حاجة بنسميها في تسلسل الملكية. تسلسل الملكية اللي هو ايه؟ بنبدأ من المالك الأصلي المدون اسمه برخصة التسيير، والتوكيلات اللاحقة أو التالية عليه أو عقود البيع التالية عليه. ده تسلسل الملكية. اللي معاه السند أو معاه تسلسل الملكية أو آخر واحد معاه عقد بيع أو توكيل بيع، ده من حقه ياخد شهادة بيانات للشهر العقاري عشان يعمل عقد بيع مسجل زي ما قلنا. يبقى باخد توكيل البيع اللي معايا ورخصة التسيير واروح المرور. في الحالة ديت بما ان رخصة منتهية، المرور هيدفعني الضريبة المتأخرة بحد أقصى 5 سنين واخد شهادة البيانات موجهة للشهر العقاري. طيب ممكن الشهر العقاري يطالبني بشهادة بيانات ورخصة تسيير سارية؟ في حالات كتيرة ممكن الشهر العقاري بيطالب حضرتك بشهادة بيانات من المرور حتى وإن كانت رخصة تسيير سارية. في زي ما قلنا زي إيه؟ زي مثلا بيطلب منك شهادة بيانات لو بتسجل عربية سوزوكي ميني فان، بيحدد أو بيطلب من المرور يحدد لك عدد الركاب 6 راكب أو 7 راكب، لأن على أساسها بتحدد رسم التوثيق. في أحيان تانية لو العربية مرخصة باسم شركة بيكتب لك المدير المسؤول عن الشركة اللي له حق الإدارة والتوقيع بالنيابة عن الشركة. كذلك لو السيارة مملوكة لشركاء أو لورثة، أحيانا كتيرة الشهر العقاري بيطلب من المرور إنه يفصل أو يفسر من الورثة أو من الشركاء ونصيب كل منهم على حدة. يبقى ممكن الشهر العقاري يطلب شهادة بيانات من المرور حتى وإن كانت رخصة تسيير سارية في حالة وجود شركاء في العربية أو في وجود ورثة في العربية. وبيطلب في الحالة ديت تحديد نصيب كل وارث أو كل شريك على حدة، بحيث يعرف مين اللي هيمضي أو مين اللي من حقه يمضي على عقد بيع الموثق في الشهر العقاري. يبقى بروح المرور، معايا الرخصة، معايا التوكيلات أو عقد البيع، وأجيب شهادة بيانات للشهر العقاري. بس زي ما قلنا في الحالة ديت المرور لازم بيدفعني الضريبة المتأخرة بحد أقصى 5 سنين. طب دي شهادة بيانات الشهر العقاري. شهادة بيانات الموجهة لنيابة المرور زي ما قلنا لو الرخصة منتهية أو رحت أعمل مذكرة فقد في اسم الشرطة، أحيانا كتيرة الاسم أو المركز بيرفض إنه يعمل لي مذكرة فقد أو محضر فقد إلا لما بجيب حاجة تثبت إن أنا عندي عربية مرخصة في المرور، وفي الحالة ده بتكون شهادة البيانات الموجهة لاسم الشرطة أو للمحكمة. كذلك شهادة بيانات الموجهة لنيابة المرور لو في مخالفات على العربية، النيابة بتطلب شهادة بيانات من المرور لما تيجي تعمل شهادة مخالفات علشان تقدر تفصل في موضوع المخالفات مين اللي هيدفع المخالفات، حضرتك أو الملك القديم أو اللي قبل منه. ده بيبقى من تاريخ صرف اللوحات المعدنية وتاريخ تحرير المخالفة. يعني أنا اشتريت عربية طلع إن العربية عليها مخالفة عن الملك القديم،
وعاوز احول مخالفه على المالك القديم. في الحاله ديت زي ما قلنا بجيب شهاده بيانات من المرور موضح بيها تاريخ صرف اللوحات المعدنيه وتاريخ تسليمها، وهل تاريخ صرف اللوحات قبل ولا بعد تحرير المخالفه. لو اللوحات المعدنيه مصروفه لحضرتك والمخالفه حررت بعد صرف اللوحات يبقى المخالفه تخصك. لو المخالفه محرره قبل حضرتك ما تشتري العربيه او قبل ما ترخص يبقى المخالفه ما تخصكش، تخص المالك القديم. وفي الحاله ديت بتجيب زي ما قلنا شهاده من المرور او شهاده بيانات من المرور بتاريخ صرف اللوحات المعدنيه وباسم المالك وعنوانه في الوقت دوت، عشان نيابه المرور تقدر تحول المخالفات على صاحبها اللي حررت اثناء وجود السياره او اثناء وجود اللوحات المعدنيه باسمه. في تاني شهاده بيانات لفك الضبط، وديت اسم الشرطه بيطلبها لما يجي يسلم العربيه لحضرتك لما ممسوكه. العربيه ممسوكه ورخصه منتهيه، في الحاله ديت بتحتاج شهاده بيانات من المرور. المرور بيطلب منك تجيب له ايه من الاسم؟ خطاب من الاسم بان الاسم محتاج شهاده بيانات عشان يقدر يعرف مين مالك السياره ويسلمها له نفاذا لقرار النيابه العامه اللي بيكون في الغالب تسلم السياره لمالكها ما لم يكن لدى المرور مانع. تسلم لمالكها وحضرتك رخصتك منتهيه يبقى هتحتاج شهاده بيانات من المرور لفك الضبط، وفي الحاله ديت زي ما قلنا لازم تدفع المتاخرات اللي عليها وتدفع الضريبه المتاخره عليها عشان تقدر تستخرج شهاده بيانات فك الضبط. بعد كده شهاده بيانات نقل القيد. شهاده بيانات نقل القيد يعني ايه نقل القيد؟ يعني بنقل الرخصه من مكان لمكان او من محافظه لمحافظه او من وحده مرور لوحده مرور تانيه. وفي الحاله ديت زي ما قلنا طالما الرخصه منتهيه يبقى بحتاج شهاده بيانات. الرخصه ساريه بنقل برخصه التسيير على طول من غير ما احتاج او من غير ما ارجع المرور اجيب شهاده بيانات نقل القيد. طيب شهاده بيانات نقل القيد ديت علشان اطلعها من المرور بحتاج ايه؟ بتحتاج الرخصه القديمه المنتهيه، بتحتاج شهاده المخالفات، بتروح المرور معاك شهاده المخالفات، معاك الرخصه القديمه، معاك عقد بيع مسجل لحضرتك شاري بيه، وبتقدم صوره من عقد البيع المسجل مع صوره بطاقه حضرتك اللي فيها العنوان والرخصه القديمه المنتهيه وشهاده المخالفات. وفي الحاله ديت المرور هيدفعك الضريبه المتاخره زي ما قلنا بحد اقصى 5 سنين. تاخد بيانات نقل القيد للمحافظه بتاعتك او لوحده المرور بتاعتك مدون فيها بيانات نقل القيد. مدون فيها ايه؟ زي ما قلنا كافه بيانات المركبه، الماركه، الموديل، الشاسيه، الموتور، وزن، حموله، الساعه اللتريه، عدد الركاب، بدايه الترخيص، نهايه الترخيص، نهايه الضريبه، نهايه بوليس التامين، كل البيانات دي كلها. وبما ان حضرتك سلمت شهاده المخالفات بيكتب لك فيها في شهاده البيانات لا يطالب بالمخالفات، لا يطالب برخصه التسيير لان هي منتهيه وحضرتك سلمتها في الملف. يطالب بايه؟ يطالب باللوحات المعدنيه، يطالب بسند الملكيه اللي هو عقد البيع المسجل اللي حضرتك سجلت بيه وهترخص بالاصل بتاعه في المرور بتاعك. بتاخد شهاده بيانات نقل القيد وترجع المرور بتاعك تفحص وترخص باسمك على طول. حاولنا في الفيديو ده نلقي مزيد من الضوء على شهاده البيانات اللي بتستخرج من المرور سواء بيانات للشهر العقاري او بيانات لنقل القيد او بيانات لفك الضبط. لا تنسونا بصالح الدعاء ولا تنسى الاشتراك بالقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.